وصل النجم الفرنسي كريم بنزيما المنضم حديثا لنادي الاتحاد السعودي مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة جدة. وأعلن نادي اتحاد جدة أمس الثلاثاء رسميا ضم بنزيما قادما من ريال مدريد بعقد يمتد حتى عام 2026. وكان في استقبال بنزيما المئات من الجماهير والإعلاميين الذين تواجدوا في مطار الملك عبد العزيز الدولي. ومن المقرر تقديم بنزيما للجماهير في حفل ضخم غدا الخميس على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة الجوهرة المشعة. وسيكون الدخول بمبلغ رمزي تقديرا لدور جماهير اتحاد جدة في تتويج الفريق بثنائية الموسم المنقضي كأس السوبر السعودي ودوري روش للمحترفين. وسيكون سعر تذكرة دخول ملعب الجوهرة المشعة 9 ريالات سعودي، وهو نفس رقم القميص الخاص بالنجم الفرنسي في العميد. وكشف النادي عن أن التوقيع تم صباح الاثنين بعد نجاح اللاعب الفرنسي في اجتياز الفحوصات الطبية. وحقق اللاعب الفرنسي مع الريال قبل الانضمام إلى الاتحاد 24 بطولة وهم 5 دوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب في كأس العالم للأندية، 4 ألقاب في الدوري الإسباني، 4 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 3 ألقاب في السوبر الإسباني. كما فاز اللاعب كريم بنزيما صاحب الأصول الجزائرية بالكرة الذهبية عام 2022 كأفضل لاعب في العالم. وخلال 14 موسما مع ريال مدريد خاض بنزيما 647 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في إحراز 353 هدفا. وكان بنزيما علق بعد انتقاله إلى نادي الاتحاد قائلا: أنا متحمس لتلك التجربة في بلد جديدة، وأعرف أن الاتحاد يتمتع بتاريخ كبير وله طموحات كبيرة تتخطى الفوز بلقب دوري روش، وأنا فخور بمسيرتي التي حققتها في أوروبا وإسبانيا وفرنسا، وأريد خوض تحدي جديد في بلد مختلفة. وتابع بنزيما: أتطلع إلى العمل مع زملائي الجدد في نادي الاتحاد وقدوم